بسم الله. مفيش مانع لو خليناهم اتنين، علشان بس الناس اللي بتزعل من حته المعلقه الواحده جبت لكم معلقه تانية نضيفه اهو. وهناخد بقى قطعه بطاطس كده بالصوص. طبعا الحاجات دي بتاعتي انا هاكلها في الخباثه، وكمان ما يمنعش ناخد الدبوسه دي. شايفين؟ حلوه جدا والتسويه تحفه. يلا بقى بينا، يلا 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 ندوق الجمدان ده كده مع بعضه. شغل فاخر من الاخر. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده صينيه بطاطس حلوه جدا والطعم حكايه. ويلا نشوف كمان التسويه عامله ازاي. شايفين الفراخ دايبه دوب، ولا كمان البطاطس كده وهي غرقانه في الصوص طعمها حكايه. ويلا نشوف عملناها ازاي. هقول بسم الله وهضرب الطماطم اول حاجه كده. عصير الطماطم بقى جاهز. هجهز خلطه الفراخ، طماطم وفلفل وبصل، وهزود شويه ميه صغيرين جدا علشان بس الخلاط يلف معايا بسهوله. كده دي تتبيله الفراخ. اضيف لها التوابل: فلفل اسمر، كمون بسيط، حبهان مطحون، بابريكا، مرق الدجاج، عصير ليمونه، حوالي ربع فنجان زيت. مش هكتر في الزيت قوي على ان الفراخ بتنزل دهون كتير. والملح، كل فرخه معلقه كبيره ممسوحه ملح. وهرسه شطه وده اختياري. وهقلب. ومعايا الفراخ مغسوله ومنقوعه كويس، هعمل فيها فتحات. وهاجي في الصدر من هنا وافتحه كده، لان الصدر بيبقى مكلتم كده. وبعد كده هتبل الفراخ، همسك قطعه قطعه كده واتبلها كويس ما بين الجلد كده. وفي الصدر في الفتحه اللي فتحناها وهنتبلها كده. كده تبلت الفراخ، هشيلها على جنب ونجهز صينيه البطاطس. معايا بصل هقطعه حلقات، وهضيف الملح والفلفل الاسمر وهدعكهم كده مع بعض، لان هنعمل الصينيه ني في ني. طبعا زي ما انتم شايفين الكهرباء قطعت علينا، بس ان شاء الله هنحاول نكمل. بسم الله كده نشغل الكشافات على وضعنا. هنكمل يعني هنكمل. بصوا لحد ما نلاقي البصل نزل ميه كده، وكده كفايه قوي. وهقطع عليه قرن فلفل اخضر، وهضيف شويه كمون وبابريكا وهريسه شطه وده اختياري برضو. وهنزل بالبطاطس وهضيف لها شويه زيت صغيرين وحوالي معلقتين سمنه كبار. وهقلبها الاول كده، وهضيف عصير الطماطم اقول دي قد ايه، وحوالي 5 معالق كبار صلصه طماطم، وعليها حوالي كوبايه ميه. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. مش هزود ميه عن كده لان الفراخ لسه هتنزل سوائل على البطاطس. وهضيف الشبكه كده، وهجيب الفراخ وابدا اضيفها على وش الصينيه كده. خلاص رصيت الفراخ على صينيه البطاطس. هقفلها بورقه فويل، هدخلها الفرن على درجه حراره عاليه لمده ربع ساعه، وبعد كده ههدي النار حوالي ساعه الا ربع. كده الصينيه بعد ما عدى عليها ساعه هشيل منها ورق الفويل. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، الريحه تحفه ما شاء الله. الفراخ كمان استوت، شايفين عامله ازاي؟
يلا نجهز الصوص اللي بندهنه على وشها علشان تتحمر. زيت حوالي معلقه كبيره كده، معلقه كبيره دبس رمان، معلقه كبيره صويا صوص، معلقه كبيره صوص باربيكيو. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهدهن الفراخ من الصوص التحفه ده. بجد بجد بيخلي طعم الفراخ حلو جدا، بيوديها في حته تانية. بحب اضيفه جدا على اي فراخ بشويها في الفرن في الاخر كده، بيدي طعم جميل قوي. الميكس مع بعضه بيخلي الفراخ تحفه بجد. هدخلها تحت الشوايه تاخد لون. يلا بينا على الجمدان. حاجه بقى عظمه، ام مهاب بتعمل عظمه النهارده يا ولاد. شايفين؟ شايفين ما شاء الله، احلى صينيه بطاطس بالفراخ بجد، حلوه جدا وسهله والطعم حكايه. ونشوف كده معانا الفراخ دايبه دوب. بصوا عامله ازاي الفراخ دايبه دوب. سلام على صينيه البطاطس بالفراخ وجنبها طاجن الرز المعمر، حاجه كده عظمه. ودلوقتي يلا نشوف الكلام الجامد ده مع بعض. بسم الله. هنطلع كده صينيه الفراخ دي كده بشويش. شايفين ما شاء الله. طبعا الحاجات المستخبيه دي بتاعتي مخبيها كده في الخباسه. بص تعالى بقى شوف الكلام. شايفين؟ ناخد بقى معلقه رز معمر كده حلوه جدا. مفيش مانع لو خليناهم 2 علشان بس الناس اللي بتزعل من حته المعلقه الواحده. جبت لكم معلقه تانية نضيفه اهو. وهناخد بقى قطعه بطاطس كده بالصوص. طبعا الحاجات دي بتاعتي انا هاكلها في الخباثه. شايفين عامله ازاي؟ وكمان ما يمنعش ناخد الدبوسه دي. شايفين؟ حلوه جدا والتسويه تحفه. يلا بقى بينا، يلا 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 ندوق الجمدان ده كده مع بعضه. شغل فاخر من الاخر. بسم الله. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفه النهارده. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.